صغري وأنا كنرسم نهار عرسي في خيالي، كنشوف نهار نور وفرح وبداية صفحة جديدة. ما خطرش في بالي أن شي نهار الفرح يقدر يلبس واحد القناع ويخبي وراه وجع كبير. قبل العرس بأيام، وحدة من أقرب الناس ليا قررت تفرح معايا على طريقتها. دارت واحد الجليسة بسيطة، جمعات صحابات العائلة وضحكنا مجموعين، وعطاتني واحد الهدية اللي قالت لي بأنها عطيها ليا من القلب. عبارة هاد الهدية على واحد الصباط اللي أكدتني أنني نلبسو في ليلة الحنة. خديته بكل فرح، ما شكيت في حتى شي حاجة من جهتها، حيت الثقة لديك الإنسانة كانت عندي عمية من جهتها. من بعد داك النهار كل شي تبدل بدون سبب واضح. بدا الجسم ديالي كيتعب، صدري كيضيق، والنعاس ديالي كيتقطع. كنت كنحس براسي بعيدة على نفسي، بحال إلا روحي ما بقاتش معايا. قلت غير رهبة العرس وغادي تفوت، ولكن ما فاتتش. الليل اللي سبق العرس كان ثقيل بزاف، ساكت ولكن خانق. قلبي كان كيدق وكأنه كيعرف شي حاجة أنا ما عارفاهاش. جات ليلة العرس وتحول الحلم لاختبار قاصح. في النهار ديال الدخلة ديال العرس طرا موقف ما كنتش متوقعه. الزوج اللي غادي نتزوج به جا قرب ليا وبغى يشد ليا في ايدي. ردة الفعل ديالي كانت الغوات والخوف، ورجليا ما بقاوش حامليني. طحت قدام الناس، الفرحة تكسرات والدار عامرة بالبكا بلاصة الزغاريت. كنت كنقلب بعيني على شي وجه مألوف يطمني، ولا يوقف البصر ديالي عند صاحبتي اللي لقاها واقفة في جنبي. للأسف كانت بعيدة واقفة كتراقب، لا حركة لا كلمة، وكأن المشهد ما كيعنيهاش. من تما تبدلات حياتي، ما بقى ليا طعم لا للأكل ولا للكلام. الكوابيس كتزورني كل ليلة، والصمت الطويل اللي يبلع أي فرح كان باقي. كنت حاضرة بالجسد وغايبة بالروح، حتى تدخل واحد من العائلة وبدا كيقرا عليا شوية ديال القرآن وكي يرقيني بالرقية الشرعية اللي فتح لي الأبواب الحقيقة. قال لي بأن اللي وقع ليا ما كان صدفة، وأن الهدية ديال المحبة كانت مدخل الآدم مقصودة. الهدف ديال ديك الهدية هو تشتيت الفرح ديالي وتخريب زواجي. الحقيقة الصراحة وجعاتني، ولكن كانت بداية الشفاء. بذكر الله وبالصبر رجعت نوقف على رجلي الحمد لله، ونشوف الأمور بوضوح. ولكن الثمن كان قاصح. الزواج ما كملش، والفرح ديالي كله تبخر، والثقة حتى هي تكسرات. أما هي اللي كانت صديقة العمر اختفت، لا هي ولا الزوج، بلا آثار وبلا حتى مواجهة. واليوم ما بقى في قلبي غير درس واحد: ماشي كل اي واحد قريب ليك راه كيكون امان، وماشي كل هدية راه كتكون بركة. ولكن الحق راه كيبان، وربي ما كينساش المظلوم ولو طال الصبر.